أعرف شباب حرب والدنيا مشتعلة وأنا مو وقتي أرجع أبد. أعتقد هذا أهم فيديو أصوره بتاريخ القناة، لأنه سواء أنت كنت متابعني لو لا أنت لازم تعرف هذا الكلام. وأكيد راح أحكي وياكم على القرار اللي اتخذته بخصوص مستقبل القناة. بالبداية أعرف أني مختفي صار لي فترة طويلة، تقريبا 4 أشهر أو 5 ما أدري، بس أريدكم تعرفون إنه أنا صارت وايد ظروف كلش صعبة. يعني ما راح اقول شنو هاي الظروف لانه الفيديو راح يكون طويل ولانه انتم ما راح تستفادون اصلا، خلينا نكون صريحين. بس باختصار حياتي الجامعية كانت على وشك انه تنتهي، وكنت على وشك همين انه اروح المحافظة الثانية، وهمين كان اكو ظروف مادية صعبة اخر فترة، فما اعرف هي هيك صارت. فكنت منهار تماما، يعني ما كنت اقدر اركز باليوتيوب ابد. المهم شباب، انا هسه اريد احكي وياكم بموضوع مهم. صحيح انا كنت ساحب بسبب ظروف، بس بصراحة هاي الظروف هي مو كل السبب اللي خلاني اسحب. شوفوا، بداية باليوتيوب كنت حالي حال اي يوتيوبر تاني، انشر فيديوهات وانا كنت كلش متحمس وشغف ومشاهدات البداية، وتعرفون هاي السوالف. كنت اسوي فيديو منه وانشره قبل، حرفيا كنت اسوي كل فيديو كل اسبوع، يعني كنت بعز الفورم. بس بمرور الوقت هو والله ما عندي لدغة بالراء بس بمرور الوقت وتحديدا اخر 10 فيديوهات نشرتها كنت كارهن حرفيا، لانه بالبداية كان الموضوع ممتع، تكتب عن اي شيء انت تحبه وتصور عنه وتنشره وتجيب مشاهدات، يعني سبحان الله الوصفة بسيطة جدا. اما هسه بعد ما تعمقت بخوارزمية اليوتيوب وتقريبا خوارزمية كل مواقع التواصل الاجتماعي مثل التيك توك والانستام، صابتني حالة اكتئاب شديد مو طبيعي، وتحديدا اخر 10 فيديوهات. لانه لو تلاحظون مثلا عندك هذا الفيديو، انا هذا الفيديو اشتغلت عليه تقريبا من 10 ايام الى اسبوعين، ومن نشرته بوم جاب اكثر من 100,000 مشاهدة، رقم ممتاز. انا نادرا ما اعبر ال 100,000 بفيديوهاتي، فكان يعتبر فيديو ناجح. فانا هنا عجبتني هاي الوصفة كلش، وقلت هاي تجيب بيها خوش مشاهدات. فبالفيديو اللي بعده مباشرة سويت فيديو ثاني همين اشتغلت عليه فترة كلش طويلة، طيت بيه جهد جبار، حرفيا أكثر من أسبوعين وأنا أشتغل عليه، بس يا دوب وصل 4000 مشاهدة، يعني أقل من نص عشر الفيديو اللي قبله. فتشوف التباين الضخم بين الفيديوهين، رغم إنه اثنيناتهن سويتهن بنفس الأسلوب واثنيناتهن تابعات لنفس القناة. وحتى تفهمون السبب لازم أول شي تفهمون الخوارزمية اللي تمشي بها هاي المواقع. شوفوا، حتى ينجح عندك فيديو بأي موقع تواصل اجتماعي لازم تحقق شرط مهم جدا، هذا الشرط يمثل أكثر من 70% من أهمية الفيديو، وهذا الشرط هو وقت المشاهدة. إنه أنت تشوف الفيديو مالتي كله هو أقوى من أي لايك أو اشتراك أو شير أنت تسويه بحياتك لهاي القناة. وهالشي طبعا الأسباب تجارية بحت، إحنا ما نريد نتعلق بها احنا ما نريد نتعمق بها هسه. هذا مثلا انتم لو تلاحظون اكو نوعية من فيديوهات الريلز اللي منتشرة على الانستا اخر فترة، يكون محتوى الفيديو بجهة والوصف مال الفيديو نفسه بجهة ثانية، يحكي لك عن قصة التايتانيك. هالخدعة يسويها أصحاب الفيديوهات القصيرة، وتحديدا إذا كان الفيديو أقل من 10 ثواني، لأنه وأنت مشغول بقراءة الوصف الفيديو راح يتكرر أكثر من مرة، وبكل مرة يتكرر بيها راح تنحسب لهم مشاهدة، وبنفس الوقت راح يحسب لهم وقت مشاهدة، إنه المشاهد بقى كذا وقت بهذا الفيديو، يعني هذا الفيديو ناجح في الانستغرام ياخذه ويطشه بالزايد. طبعا ممكن هذا الوصف يكون مستعمل لأغراض احتيالية، مثلا الفيديو يكون نفسه مخالف لقوانين الانستغرام او المنصة اللي هو منشور بيها، فهذا الوصف مثل اللي يشتت الخوارزمية، لان الخوارزمية ما اريد اتعمق بالموضوع، ما اريد ادوخكم. المهم نفس المبدأ يمشي على اليوتيوب بس على شكل فيديوهات طويلة. كل ما صانع المحتوى نجح انه يحافظ عليك الأطول فترة ممكنة بالفيديو مالته، في الفيديو مالته راح يعتبر ناجح بغض النظر عن المحتوى، بغض النظر عن الجهد اللي هو يقضيه بهذا الفيديو. وهذا الشيء اللي أريد كل واحد بيكم يكون واعي عليه، إنه منصات التواصل الاجتماعي تستغلك بالنهاية، وإنه أنت مجرد رقم من بين ملايين الأرقام. والمشكلة الريلزات آخر فترة صارت من النوع الخبيث، أنا ما أتعمق بهذا الموضوع. المهم الإنترنت بشكل عام وهاي الخوارزميات الخبيثة اللي بيه قامت تتحكم بمزاجك وبمعتقداتك، هاي أهم نقطة واللي يحتاج لها فيديو كامل، بس أنا ما راح أسوي هذا الفيديو. المهم معلومة وقت المشاهدة
وقت المغامرة والله تافه صاير اني. المهم معلومة وقت المشاهدة أنا كنت واعي عليها من بدايتي باليوتيوب، بس المشكلة اجتني ورا ما خلص الحماس مال النشر واجتني شلطمة من الواقع. هسه لو نرجع لهذين الفيديوهين اللي احنا اخذناهن كمثال، راح تلقى انه اللي جاب 100,000 مشاهدة محقق شرط وقت المشاهدة. طيب ليش هذا الفيديو ما حقق شرط المشاهدة رغم انه انا سويته بنفس اسلوب الفيديو الاول؟ بكل بساطة وبدون تعقيد وما اريد ادوخك، ما ادري. اي والله ما ادري. يعني انا حاولت طول هاي الشهور اللي قطعت بيها انه ادرس هذا الفيديو واشوف شنو السبب اللي خلاه هيجي لهاي الدرجه يفشل، رغم انه هذا الفيديو واحد من اكثر الفيديوهات اللي انا تعبت عليها، بس ما وصلت لاي نتيجه. يمكن واحده من الاسباب اللي انا مقترحها انه الفكره مال الفيديو نفسها مستهلكه، يعني عن لعبه روبلوكس. بس المشكلة انه حتى الفيديو اللي قبله اللي عن التليجرام هم الفكرة بصراحة مستهلكة. هسه لا تبحثون راح تلقون انه مليون يوتيوبر مسوي عنها، وحتى المعلومات اللي حكيت بيها مش عن شيء جديد، بس نجح. ما اعرف. وهاي النقطة اتكررت هواي طول ما اني انشر فيديوهات بهواي فيديوهات اني تعب عليها اسابيع بس ما تنجح. مثلا عندك هذا الفيديو مال علي الخفاجي، تعبت عليه اكثر من اسبوعين حرفيا، وواحد من اكثر الفيديوهات اللي صابت عليها، يمكن هو اكثر فيديو بالقناه اني طيت بيه جهد جبار، لانه كان عباره عن بحث علمي متكامل ما اعرف، بس جاب يمكن 2000 مشاهده رغم انه انا كنت متوقع راح يعبر ال 100,000. يمكن الناس اخر فتره كانت ما تهتم بهاي المعلومات مع العلماء والاكتشافات، الناس قامت تدور على المحتوى الرخيص والقصير اخر فتره، خلينا نكون صريحين. فهاي النقطه هي اللي خلتني افقد الشغف، لانه اليوتيوب صار منصة غير قابلة للتنبؤ، صار حالة حال الانستا والتيك توك، تنشر فيديو يجيب 1,000,000 مشاهدة وبعدها تنشر فيديو يجيب 1000 مشاهدة، بوم بعد تباين. وبعد نقطة ثانية انا كلش زوجتني، ليش كل فيديو انشره ما يوصل لمتابعيني؟ شنو فايدة زر الاشتراك هنا؟ ليش اخر فيديو جاب 5000 مشاهدة ليش ما وصل لهذول 20,000؟ ليش اليوتيوب ما يقترحه لهم؟ فهنا اكتشفت انه زر الاشتراك مجرد رقم. يعني إذا كان عندك 1,000,000 مشترك أو 10,000 مشترك، إذا ما حققت هاي الخوارزمية فتحلم إنه الفيديو ينجح. بالإضافة لمشكلة ثانية وهي التغذية البصرية والصوتية، لأنه معظم صناع المحتوى آخر فترة صار عندهم استديوهات احترافية ما شاء الله، حتى مثلا تلقى عنده 1000 متابع بس ما شاء الله عنده استوديو احترافي، ما اعرف شلون. وهذا الشيء اللي انا ما اقدر اوفره، لانه هاي الغرفه انا من 2019 اصور بيها، وما اعتقد راح يصير عندي شيء احسن بالسنين الجايه. فهذا واحد من الاشياء اللي مفقدني الشغف، لانه احس انه انا ما دا اعطي او ما دا اطلق العنان لكل امكانياتي. المهم انا اريد ابني مجتمع يكون بيه متابعين يتابعوني على مودي اني، مجتمع بيه ناس يحبوني واحبهم. ما اريد اكون مجرد موظف بشركة يوتيوب ينشر فيديوهات على مود يحقق وقت مشاهدة ويحقق الهدف مالتهم انه احافظ على المشاهد اطول فترة ممكنة بالمنصة مالتهم على مود يحقق لهم اهداف تجارية. انا ما اريد هذا الشيء. فحس لحيت بالفكرة هواية. اي اعرف. فالنشر صار اثقل يوم عن يوم، وصار انه لازم اختار فكرة فيديو مثيرة للجدل حتى اجيب بها مشاهدات. مثل عندك بار تيوب، حتى لو ينشر طريقة صنع عصير البرتقال والشوندر راح يجيب 1,000,000 مشاهدة ما شاء الله، عين باردة. او مثلا عندك قناة دوبامين كافين، رغم انه هو دا يسوي فيديوهات عن اكثر شيء ممل بالكوكب بالنسبة للناس اللي هي الكتب، بس ما شاء الله دا يجيب ملايين المشاهدات. او مثلا عندك الدحيح، سوى فيديو عن الخبز وجاب 2,500,000 مشاهد، لانه بالاضافة لجودة محتواهم الناس ما تتابعهم على مود شغلة خايسة بالعنوان او على مود خوارزمية اليوتيوب، تتابعهم على مودهم هم. يعني انت من تشوف بار تيوب يحكي هذا بحد ذاته يعتبر فشي جذبك تباع للنهاية، وبصراحة هذا اللي اريده اني. لهذا قررت قرار، وهذا القرار هو ما راح اترك اليوتيوب وانا بكل بساطة راح اتجاهل هاي الخوارزمية، وتحديدا اتجاهل فكرة انه هذا الفيديو لازم تكون فكرته فايرال على مود ينجح، وابدي انشر محتوى اني احبه واني ارتاح له بالوقت اللي يعجبني وبالطريقة اللي تناسبني بكل بساطة. وراح تكون الفيديوهات قليلة نوعا ما، يعني فيديو او فيديوهين بالشهر كحد اقصى. اعرف يعني اليوتيوب يتطلب استمرارية على مود بس طز باليوتيوب، وهم لانه عندي دراسة واريد اجيب تقديرات عالية، فما اريد اعطي كل الوقت لليوتيوب وبالاخير اخسر هاي وهاي. شكرا لان شفتوا هذا الفيديو لحد هاي الثانية، هذا الشيء يدل انه انتم صدق متابعين مخلصين، وهذا الشيء يسعدني جدا بصراحة. اشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة.